حلقة جديدة من اي نيوز. انا نيمو. اي نيوز هنتكلم على كل الاخبار اللي بتحصل حوالينا في مصر وبره مصر. تابعونا. قرروا يعملوا فرقة موسيقية وهم لسه في المدرسة عشان يفضلوا صحاب طول العمر. تعالوا نسمعهم مع بعض. Bueno, me llamo Jonathan Coello, estoy en el Colegio Hermano Miguel Lasalle y formo parte del grupo La Batucada. Bueno, La Batucada es un grupo que comenzó en el colegio desde hace unos 8 años. Este grupo por lo general toca ritmos más movidos como samba, cumbia. Me gusta integrar el grupo porque desde chiquito he soñado estar en una banda de guerra o una batucada, porque me gusta la música, me gusta el ritmo de mi instrumento. Bueno, los instrumentos que utilizamos en la batucada es el repique, redoblante, timbales, granaderos, bombos, el murguero, campana y el güiro. La batucada especial es un momento de divertirse. Mi consejo para los jóvenes sería invitarlos a que formen la batucada o banda de guerra de su institución. También les diría que sean bienvenidos a los mismos estudiantes del Colegio Hermano Miguel Lasalle, que son bienvenidos, que más que una batucada es una familia también que se forma. Esto es algo muy chévere, ya que es pertenecer a un grupo, que no es ir a representar a los lados que nosotros vamos al colegio y hacer quedar bien. Entonces yo el consejo que les podría dar es que se animen, que vayan, pero asimismo que no distraigan sus estudios por estar aquí. Ser bastonera es un gran orgullo, ya que represento el colegio en cualquier sitio y puedo lucirme tal y como soy. Estar acompañada de la batucada es una alegría, ya que ellos nos dan el ritmo para poder movernos. Yo quiero invitarles a todas las personas que estén interesadas en el baile, en cualquier otro club que tenga arte, que se unan, porque es una experiencia que solo puedes conseguir expresándote con las demás personas. كل واحد فينا عنده حلم نفسه يحققه. يا ترى ايه الخطوات اللي انت اخدتها عشان تبدأ تحقق حلمك؟ كان حلمي نفسي ابقى دكتورة جراحة، بس انا اعتقد تجارة انجليش هتبقى حلوة قوي. ايوه انا رحت مكتبة المعادي وامتحنت، وحاول ان شاء الله من الترم اللي جاي ابدأ في كورس انجليش، ودلوقتي في الانجليش الحمد لله يعني ماشية فيه تمام لحد ما اوصل احقق بقى ادخل تجارة انجليش. حلمي ان انا اكون بطل بوكس، بدأت ان انا اروح النادي واتمرن واخدت ميداليات واخدت كاس عشان ابقى بطل. بنجح في دراستي وبقى لعيب كورة مشهور، يعني لعبت في اكاديمية ولعبنا دوري ورحت عملت اختبارات كذا مرة بس ما حصلش نصيب، بس ان شاء الله هيحصل. يعني مهندسة ديكور، ههتم بالرسم، ههتم بالحاجات اللي هي بتبقى ليها علاقة بالشغلانة دي. هو حلمي ان انا ابقى دكتور، اشتغلت في صيدليات كتيرة قوي وحاولت افهم الحاجات الموجودة هناك وكده. يا ترى ازاي بتحاول تجدد من شخصيتك؟ الطرق اللي ممكن اعملها عشان اطور من نفسي هي ان انا لما اعمل حاجه واتضايق اللي قدامي اروح افهمها منه واحاول اشوف ضايقته ازاي واحاول ان انا ما اعملهاش تاني. تاني حاجه بان انا اقعد افكر على مدار ايامي انا بتصرف ازاي مع الناس، وهل بخلي بالي من تصرفاتي ولا لا، مش تصرفات طايشه. فدي حاجات بتساعد ان انا اكون بغير من نفسي واخلي بالي انا بعمل ايه. شوف الحاجه اللي انا شايفه نفسي فيها، يعني اشوف ان دي احسن حاجه انا بعملها اركز فيها وانميها عندي. يعني انا مثلا بحب الباليه فبتدرب، وحاطه قدامي يعني حاجه قدام ان انا عايزه اوصل لها. لا عشان اطور نفسي ده حاجه اساسيه، ان انا ابعد عن اي حد بيجرني على حاجه وحشه. اطور نفسي ازاي؟ اللي انا اشوف الحاجه اللي انا وحش فيها واعملها واحاول اعملها صح. 20 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة طلعوا جبل موسى في مبادرة لتنشيط السياحة في مصر. فندق في اليابان بيبني الأوضة بتاعته في وسط البحر علشان النزلاء في الفندق يبقوا شايفين البحر من كل النواحي وهم نايمين. دلوقتي تعالوا نشوف محضرين ايه الفقرة اللي جاية ونرجع نكمل. اسمي علاء محمود، عندي 12 سنة وبلقي وبكتب شعر، والشعر ده خليني أثق بنفسي، خليني تفوقت في الدراسة وخلي المدرسين يحبوني. أنا هقول لكم شعر عن مصر للشاعر هشام الجحفي. خبئ قصائدك القديمة كلها، مزق دفاترك القديمة كلها، واكتب لي مصر اليوم شعرا مثلها،
لا صمت بعد اليوم يفرض خوفها، فاكتب سلاما إلى مصر وأهلها. عيناك أجمل طفلتين تقرران بأن هذا الخوف ماض وانتهى. كانت تداعبنا الشوارع بالبرودة والصقيع ولم نفسر وقتها. كده النهارده خلصت حلقتنا من اي نيوز، يا رب تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. هنستناكم تتابعونا على الفيسبوك، ودايما هنستنى نشوف الكومنتس بتاعتكم. باي باي.